كابتن احمد بلال، اخبارك ايه؟ يا رب تكون مبسوط معانا. ايه رايك في اللي حصل من امبارح؟ يا رب تبقى مبسوط معانا زي ما احنا مبسوطين كده. كل لعيبه نادي الزمالك بيهدوا الفوز لكابتن احمد بلال، وبيقولوا هو اللي كان الدافع ورانا ان احنا نكسب الماتش ده مع الاهلي. بصراحه كل جمهور الاهلاويه بيشكركم من كل قلبهم. يا كابتن، لا كابتن كده يا كابتن، بتضايقهم ليه؟ بتضايق الناس ليه؟ ايه الاخبار دلوقتي؟ مبسوط؟ وحياة ربنا انا بتكلم بجد المرة دي، يعني بجد انا مبسوطة ان الزمالك كسب المباراة دي رغم ان انا اهلاوية جدا، بس حقيقي مبسوطة ان الزمالك كسب الماتش ده. اولا علشان هم يستحقوا يا جماعة، واخدين الموضوع بجد جدا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ولعبوا بقتالية، يعني ما يكسبوش ليه؟ تاني حاجة، تم استفزازهم قبل الماتش بطريقة فظيعة، وتم استفزازهم جوه الماتش نفسه. بصراحة أنا لو منه هكسب يعني هكسب، ولما أنت استفزتني بعد ما كسبت استفزيتك، وده حقي. زي كده ما المشجع الزملكاوي فاكرينه اللي استفز فريق الأهلي كله في المطار اللي كان جاي من ألمانيا، عملوا له إيه ساعتها؟ ما عملوش حاجة، فضلوا ساكتين. لما كسبنا ايه اللي حصل؟ مسكوا الواد في المطار تحفيل لما حرقوا دمه. اكسب وحفل. من امتى بنحفل؟ قبل ما بنكسب. ده هو كان الدافع بتاعنا. كان دايما الناس تحفل علينا قبل الماتشات، وكنا نقول ما تصحيش المارد اللي جوانا، ما تلعبش مع الاسد. بقينا نعمل زي الناس اللي احنا كنا بنتريق عليهم. طب احسن حركة حصلت برضو كده في الماتش من امام ما عجبتنيش خالص. هو انت فاكر يا امام لما هتنزل في ماتش مع الاهلي والزمالك جماهير الزمالك هتعمل فيك ايه؟ هترمي عليك ورد وشوكولاتة مثلا؟ لا طبعا، هيهاجموك وهيهاجموك جامد جدا. وده اللي المفروض كل لاعب عارف ان هو بيحصل له، متأكد ان هو يحصل له. انت سيادتك جاي متفاجئ؟ اتفاجئت ورايح ان انت تستفز جمهور الزمالك علشان هم كانوا بيهاجموك؟ لا طبعا، بيهاجموك وحقهم يهاجموك، زي ما جماهير الاهلي بيهاجموا رمضان صبحي وحقهم يهاجموه، لان ده ابن النادي وده ابن النادي. الحق حق، لكن تستفز الجماهير ده اللي مش مقبول ابدا حتى لو الجمهور استفزك. وده بالظبط اللي احنا كنا بنعيب عليه. كنا بنعيب على شيكابالا لما كنا بنكسب وكان يقعد يعمل الحركات دي والحركات دي، وكنا بنقول ده بتاع لقطة وان هو بيحب يستفز الجمهور، والحركات دي كنا بنضحك عليها وبنقول حركات عيال صغيرة. نيجي احنا يا امام نعمل الحركات دي؟ مش مقبول بالمرة. انا مش فاهمة منصب مدير الكرة في النادي الاهلي دلوقتي بقى منصب شرفي من بعد الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا ايه؟ اللعيبة فلتوا يعملوا اللي هم عايزينه، واحد يعمل لك كده وواحد يتنرفز ويتعصب على الجماهير. هو في ايه؟ هي اوضه اللبس خلاص ما بقاش ليها لا ظابط ولا رابط؟ يا كابتن خطيب احنا محتاجين ردود افعال سريعة للي حصل من لعيبة النادي الاهلي في الماتش بتاع امبارح ده. اللعيبة في ماتش امبارح خلوا الاهلاوية يقولوا احسن. عمرك شفت اهلاوي يقول احسن ان احنا خسرنا؟ تخيل بقينا من امبارح بنقول كده. لازم يحصل رد فعل من النادي، ونشوف اوضه اللبس دي اللي بتتبعتر هتخلص على ايه. وده اخر الكلام. سلام.